السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير على كل إخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفاعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا الفيديو من عند الفراخ البيضاء، والنهارده عمر الفراخ 33 يوم. عمر الفراخ البيضاء 33 يوم. طبعا انا بصور معاكم الفيديو بالليل اهو، الدنيا ليله يا جماعه، بصور معاكم الفيديو بالليل. طبعا انا كنت الصبح محطه لهم، عامله لهم سقوه شعير غسيل كلوي كده، عايزه اظبط بقى فراخي غسيل كلوي كده، يعني حلواني كده من عندي سقوه كده ايه في العمر ده. فانا الصبح كنت حاطه لهم سقوه شعير، كنت غليت شعير وحطيت لهم سقوه شعير كده على السقايتين الايه، كل سقايه 4 رغيف غسيل كلوي من الدرجه الاولى، ممتاز جدا يا جماعه. الشعير طبعا احنا كده خلاص منعنا 3 حاجات: حلبه، شيح، مضادات حيويه. منعنا الحلبه، منعنا الشيح، منعنا المضادات الحيويه. في ناس بتقول لي احنا هنذبح، ينفع ندي زيت نعناع؟ ملوش علاقه. علاج بشري ملوش علاقه، والفنت ملوش علاقه، فلاجيل ملوش علاقه، اللهم صل على سيدنا محمد، انتينال ملوش علاقه. اي علاج بشري يا جماعه دواء ملوش علاقه ان انت تذبحي او مش هتذبحي. احنا محددين وقايلين على الحاجه اللي المفروض تتمنع قبل الذبح. الحاجات اللي هتمرر لحم الفراخ، الحاجات اللي هتمرر لحم الفراخ، واولهم الحلبه. طبعا انت لو غليتي حلبه وكلت الحب بتاعها بعد ما بتغليها، يعني بعد ما تشربيها وتغليها، بعد ما غليتيها وهتشربي، ولو جيتي دغدغت الحب بتاع الحلبه هتلاقيه مرر انت ذات نفسك كمان ادمى. طبعا الشيح نفس الطريقه، المضادات الحيويه بتسيب اثار في لحم الفراخ. فاحنا يا جماعه الكلام اللي هو ملوش لازمه، انا محدده يا جماعه وقايله لكم 3 حاجات يتمنعوا قبل الذبح بس. اي حاجه تانية عايزه، اي حاجه بتبدا بكلمه مضاد تتمنع. واحده دخلت قالت لي طب مضاد سموم يا حبيبتي، قايله اي مضادات حيويه، اي حاجه بتبدا بكلمه مضاد تتمنع. مضاد السموم برضو يتمنع، مضاد السموم برضو من عمر 30 يوم امنعيه. هتحطي ليه؟ ما احنا البديل بتاعه بنحط الخل. احنا بنحط مضاد السموم اثناء تغيير العلف 4 ايام كل يوم 12 ساعه، ماشي، من عمر 20 يوم. في خلال ال10 ايام دول لا تحطي خل، لا تحطي كل اسبوع او كل في الاسبوع مره او مرتين مضاد سموم، لغايه ما يوصلوا عندك 30 يوم تمنعيه خالص. تمنعيه خالص، تمنعيه، مش بتمنعيه هو بس، تمنعي كل ده. اي حاجه بتبدا بكلمه مضاد تتمنع، مضاد سموم، مضاد حيوي، المهم تتمنع. الشيح، الحلبه تتمنع. اي حاجه تانية بقى الناس بتقول لي طب بس انا هدي الفراخ عندها برد وعايزه اديها، والفنت ما تديها. ما انا كان عند الفراخ عندي في دوره من الدورات اللي مشيت دي او اللي قبلها، كان عندي بقى كانت عندها برد، والله كنت بدي الفنت وذبحت الفراخ زي السكر. الفنت ما يا جماعه ما ياثرش في لحم الفراخ. زيت النعناع نفس الطريقه. اي اعشاب تانية ما تاثرش في لحم الفراخ، هي مشكله الاعشاب بس في الشيح والحلبه والحاجه اللي هي مضادات حيويه، سواء مضادات حيويه بشريه او بطريقه تتمنع يا جماعه قبل الذبح ب10 ايام، باسبوع النعم. خلاص كده، خلاص كده. والناس اللي بتقول اللي كاتبه لي في التعليقات ده الكوكسيديا، في عندي ده طريقه التعليقات اللي من دول على الكوكسيديا. طب ايه اعمل ايه وايه الحل؟ ايه الحل؟ اهمال مني. ناس بتقول لي احنا عندنا في اسهالات دم واسهالات، مش منك، قله نظافه. الكوكسيديا والكوليستيريديا بتيجي من قله النظافه، معروفه. الفرشه، معروفه ان الفرشه انت لو نظفتي وعقمتي كل يوم مرتين في اليوم، حتى طبقه جير، طبقه تبنه، او طبقه جير، طبقه نشاره، عمر فراخك ما يجيلك كوكسيديا ولا كوليستيريديا. في ريحه والله وفي امونيا والله، شميتي ريحه حاجه والله نظفي، شيلي ونضفي. ايه يعني؟ ايه المشكله لو ما تنضفوا في الشتاء في خلال الدوره مرتين 3؟ امال الصيف بقى اللي كل يوم يوميا، المفروض ان احنا كل يومين 3 ننضف يا جماعه. والناس اللي مش ماشيه معايا اليوم بيوم وبتسال على حاجات انا قلتها وحاجات فاتت، واللي بتقول لي انت بعتي القناه ليه واللي عملتي القناه ليه، واقعد احددها بقى واقول لها على الظروف والجوابات. والله انت لو متابعه برضه كنت عرفت انا ببيع قنواتي ليه. ربنا ما يحكم على حد، انا مش هقعد اشرح للناس. هي دي مشكله الناس اللي ما بتتابعش. ايه اللي ما بتتابع؟ واحده ما تخشش تسمع الفيديو وتكتب لي السؤال وتخرج، اجي ابص على السؤال عشان اجاوبها الاقيها مش سامعه الفيديو والسؤال والجواب في نفس الفيديو.
دي حاجه ما تعرفكوش بقى ان الست اللي او المتابعه دي ما دخلتش اصلا الفيديو خالص. بالله عليكم لما اكون انا قايله السؤال اللي هي قايله لي في التعليقات بالاجابه في نفس الفيديو وتخش تخش تكتب السؤال بتاعها وتخرج، يعني هي عايزه تستفاد وما تفيدش الناس. والله وساعات بجاوب وساعات بكبر دماغي. واحده تشوف واحده بتعاتبني على الواتس اكنها بتتخانق معايا. انا ولا اول الناس بعت قنوات ولا اخر الناس كلها بتبيع قنوات. قسما بالله قسما بالله متابعه من طنطا ومتابعاني على فكره بايعه قناتين وكلمتني على الواتس عشان عايزه تبيع قناه ثانيه وهتعمل واحده. ايه يا جماعه؟ ما حدش، كل واحد يعلم بظروف الناس ربنا. ما يبيعوا كل يوم قناه، اللي عايز يخش يشترك عايز واللي مش عايز هو حر. واحنا بنكسب حد؟ احنا طلعنا في فيديو وقلنا على ظروفنا واحنا مش عايزين منكم حاجه غير ان انتوا تشتركوا في القنوات الجديده بس، واحنا كده كده بنكمل معاكم. انتوا مش خسرانين حاجه يا جماعه، انتوا بس ايه يعني ربنا يجعلكم سبب او انتوا بتعملوا حاجه لوجه الله بس كده بتاخدوا عليها ثواب بقى، مش مني انا من ربنا. كل اللي احنا بنعمله ربنا بيكرمنا في قناه بنبيعها في ظروف بتحكم على الواحد يا جماعه. انتوا ما تعلموش بحاجه. وبعدين انا مش خاسس على المتابعين حاجه. انا بعمل قناه وباجي اقول لكم يا جماعه القناه هتتباع، هنكمل في القناه الثانيه. وانا لما بعت القناه اللي قبل دي انا قصرت معاكم؟ انا كملت لكم الدوره اهي في القناه الثانيه وفيديوهات البط وجيت جبت حمام في القناه اللي هي الجديده دي. ما انا مش مقصره معاكم. يبقى خلاص بقى يا جماعه كتر السؤال الواحد نفسيته بتتعب من الناس اللي بيخشوا يحاربونا. وانت تشوف اصلا التعليقات على الواتس قسما بالله اللي يشوف التعليق المتابعه دي على الواتس اقسم بعزه جلاله الله يعني انا مش عايزه هقول ايه، بس هقول ايه؟ هقول استفزاز بقى، مش هينفع اقول حاجه تانية غير كده. وعايزه اقول لكم المتابعه دي انا بصراحه ما بشوفهاش في التعليقات خالص، ما بشوفهاش في الفيديوهات خالص، ما بتخش تسمع لي اي حاجه خالص وتخش وانت ما ترديش ليه وانت ما بتعملي بتحاكمني اكن انا شغاله عندها. طب ما في تعليقات، اسمعي الفيديوهات. رخرة والله العظيم كاتبه سؤال ما راضيه ارد عليها لغايه دلوقتي ولا هرد عليها اصلا. ما بتسمحليش اي فيديو تخش تعاتبني وتخانقني اكن انا شغاله عندها. يا ربنا ما انا مش هقول حاجه غير ربنا ما يحكم على حد. اللي بيلوم يتلام، اللي بيلوم على حد يتلام. انت لايمه عليا هتيجي يوم برضه هتتلامي، لان انت ما تعلميش بظروف الناس ايه. انا لو نزلت لكم التعليق على بتاعها والله تستغربوا من كأنها بتحاربني. يعني انا الاول الناس ده انا عايزه اقول والله لولا غلط ان انا اعد قنوات كبيره ناس باعتها انا كنت عديتها لكم، بس ما ينفعش ان انا اقول على قنوات اتباعت. انا ماليش دعوه يا جماعه، انا ما بقولش على اسم قنوات، انا بقول لكم ان في ناس قسما بالله مش الست اللي انا قلت عليها بس دي من طنطا، في ناس كتير جدا باعوا قنواتهم. والابو يعلم بظروف الناس ربنا يا جماعه. انا بظروف اهو برضه الله اعلم بيهم. حد عالم بظروفي ولا بظروف غيري؟ انا ما اعرفش ايه الحكايه دي. احنا مش كل شويه هنطلع نقول الظروف والجوابات، ده لسه موالي طويل يا جماعه. يعني انا ممكن ابيع قناه واثنين وثلاثه كمان، لاني انا موالي طويل وموضوع كبير عندي مش صغير. وطلعت وقلت في فيديو اعمل لكم ايه تاني؟ ادعوا لنا بس دعوه حلوه من قلوبكم ربنا ييسر امورنا ويسد عنا واحنا نكبر قنواتنا. والله هم ال 10000 ولا 9000 يجيبوا ايه في القناه يا جماعه؟ مش عارفه. بس اي حاجه يعني زي المثل اللي بيقولنا وهي بتسند الزرع عقبال ما ربنا يفكها علينا وعليكم وعلى امه المسلمين يا رب. بس كده. يعني ما تدوسوش على جرح الناس قوي يا جماعه، لان ممكن تعليق زي كده يتعب نفسيتي. يعني ربنا كان عالم وانا بقرا التعليق ده عيني رغرغت. فبلاش يا جماعه الناس اللي يعلم بيها ربنا، سيبوا الناس. يعني ده قدرتوا على تعليق حلو اكتبوه، قدرتوا تقفوا معاهم في حاجه زي اللي انا بقول لكم عليها دلوقتي. انا دلوقتي قلت قناتي هبيعها يا جماعه، اشتركوا عندي عشان ظروفي كذا. الناس الله يبارك لهم متابعينا محترمين واتشالوا على الراس، سواء في مصر سواء في اي دوله عربيه. جاري دخلوا عندي في يوم بقيت 100 مشترك، والقناه كل يوم بيزيدوا 150، فكتر خيرهم. ده عند ربنا حاجه كبيره بقى. انت ربنا اللي هيكافئك. كفايه ان انت جبرتي بخاطري ودخلتي ساعدتي بحاجه، بتعليق، باشتراك، بكلمه حلوه، بدعوه حلوه. انا مش عايزه زياده عن كده منكم حاجه والله يا جماعه. والله انا ما طمعانه في حاجه زياده عن كده. بس كده. سموا بالله وصلوا على رسولنا وحبيبنا محمد، رسولنا وحبيبنا شفيع الله، شفيعنا وحبيبنا عند الله. معلش انا متوتره بس من زعلي والله من زعلي. انا مش عارفه يعني المفروض انتوا بدل ما تخلوني اتكلم، انتوا الناس لو سمعت الفيديوهات مش هتسال عن حاجه خالص، ولا هتخليني ازعل ولا اشيل واحط في نفسي ولا الكلام ده. يا جماعه انا بنتي عندي دخلت على 10 شهور عندي وفي مشكله كبيره، ادعوا لها يا جماعه.
سايبه اولادها والله بقى لها 10 شهور ما شافت ولادها الاثنين، معاش الا طفل واحد بس هنا. يا جماعه مش هنقعد نفتح كل شويه عشان الكلام بيتعبني، وهي بتسمع من تليفون اخواتها بتزعل، تقول لي يا ماما ما تقوليش لحد وما تتكلميش في حاجه. فانتوا ما تخلونيش ما تضطرونيش ان انا اتكلم تاني، هي عيله برضه وبتزعل. فادعوا لها دعوه حلوه يا جماعه ان ترجع بيتها وربنا يسد عنها. هي في مشكله وكلنا يعني مش معصومين من الغلط، كلنا بنغلط. هي في مشكله والحمد لله، بس كله خير، كله خير الحمد لله. ربنا يجازي اللي كان السبب. والمشكله كانت مشكله جمعيات ومشكله كبيره، ناس ضحكوا عليها وخدوا منها فلوس هيدوها ارض ونصبوا عليها. والله يا جماعه قسما بالله هو ده اللي انا بقول لكم عليه، ما زياده عنه حاجه. بس كده. واحنا بنسد، يعتبر الفلوس اللي بنسدها لبنتنا دي بتاع الجمعيات اصلا، اللي هي كانت بتاخدها في الاول عشان تكمل وتجيب فلوس الارض اللي اتنصب عليها، ولا خدت ارض ولا خدت فلوسها. فاحنا الفلوس اللي احنا بنسدها دي هي دي بتاع الجمعيات بقى. فهمتوني؟ يعني انا مش هفتح اكتر من كده لان في المواضيع كتير قوي والمشاكل اكتر من كده كتير قوي. بس احنا بنقول بس كده ايه راس الموضوع كده، يعني حاجه بسيطه نبذه عن الموضوع بس كده. تعالي خش ماشي، بس كده لا اكتر ولا اقل. فاحنا مش عايزين كل شويه نفتح ونقول احنا بنبيع القناه ومش بنبيع القناه. احنا عايزين نبقى في محتواي وفي شغلي، عايزه الناس تخش الفيديو تستفاد بحاجه. انا طول عمري عملت قناه واثنين وثلاثه وخمسه وسته، عمري في حياتي ما طلعت قلت على اي حاجه تخص بيتي ولا تخص عيشتي، لان انتوا كل واحد عنده اللي مكفيه وعنده مشاكله. مش عايزه احط على الناس اكتر من اللي هي عندها. بس لما صاحبه اللي بتشتري مني القنوات دي واحده ست قالت لي، قلت لها انا مش هعمل قنوات تانية يا ام جنى، قسما بالله زي ما بقول لكم كده وحياه الايام المفترجه. قالت لي يا ام مصطفى، قلت لها انا ظروفي بتقول 1 2 3 وانا خلاص تعبت ومش هعمل قنوات تانية عشان المتابع هيحبط، وفي ناس بتخش تهاجمني في التعليقات وعلى الواتس وكل شويه بتبيعي قناه والناس مش عارفه حاجه. قال ازاي يا ام مصطفى طب ما تخشي تعملي فيديو وتقولي لهم على ظروف؟ قلت لها مش هينفع، ممكن الناس تفهم غلط. قالت لي لا انت ست محترمه والله زي ما بقول لكم كده، وكل ده على الواتس، قولي لهم على ظروفك وخلاص فيديو وانت. قلت لها انا مش واخده ان انا اكلم الناس على حاجه تخص ظروفي او بيتي يا ام جنى. قالت طب مره وخلاص، وعملت لكم فعلا بالفعل الفيديو قبل ما ابيع القناه باسبوع وقلت لكم على ظروفي. تخشوا بقى تشوفوا التعليقات، تعليق واثنين وثلاثه واكتريه الكلام على الواتس. يعني ما اعرفش ليه انا بقى. وعايزه اقول لكم ان بنتي بتمسك تليفوني وبتزعل والله، بتقول لي يا ماما خلاص المره دي ما تعمليش قنوات تانية، اعملي القناه دي وما تعمليش قنوات تانية، سيبها على الله. بدل ما حد يشتمك ولا يعني يزعلك بسببي، ما تعملوا وتاخد على خاطرها يا جماعه والله. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، كله خير الحمد لله. ربنا يفكها علينا وعليكم ويفك كرب كل المكروبين ويسد دين كل مديون. والحمد لله احنا راضيين بابتلاء ربنا والمؤمن مبتلي، واحنا الحمد لله عندنا صبر وايمان بالله ان كل شيء اول له اخر، وربنا ان شاء الله يكافئنا على صبرنا وهو اللي عالم بحالنا وحال اي حد. نشوف بس اي فضلات كده الاول. انا مش لاقي فضلات بس اهو، بس نزلت تحت يحفظكم الله. دي برضه فضلاتها بس نزلت، لقيتها نزلت تحت. نشوف حاجه تاني مش عارفه اهي، فضلات اهي برضه، يعني الفضلات كويسه يا جماعه. الفرشه يا جماعه نضفوا الفرشه، نضفوا عقموا. الكوكسيديا بتيجي من الفرشه مش نضيفه، لازم تعقمي الفرشه بجير وتبنه او جير ونشار على حسب ما انت بتحطي ايه وعندك ايه. عقموا يا جماعه ونضفوا مكان الحاجه، لان الحاجه مش بتتربى بالسهل والله العظيم. اخر شويه علف اهو وشكرها لسه جايباها والله، والله يا دوبك فتحتها خدت منها كملت على القديمه، كملت على شويه من الشكاره القديمه كانت اقل من دول، كملت عليها كانوا خدت كوبايتين من السقايه ده من الجديده لسه فاتحاها مش ملاحه. يعني كل 5 ايام ليها شكاره علف 25 كيلو. فالحاجه يا جماعه مش بتتربى بالسهل، حافظوا على فراخكم. اعزكم الله. طبعا لسه حمام برضه اهو. الحاجه مش بتتربى بالسهل ماشي. طبعا احنا كنا حاطين الصبح شعير، دلوقتي هنعمل غسيل كلوي بقى كده ومضاد سموم معاه بالمره. حافظ على فراخنا، غسيل مضاد منشط للكبد ولا ايه. عملنا غسيل كلوي الصبح اللي هو الشعير، دلوقتي هنعمل حاجه بقى ننشط الكبد ونرفع الوزن ونفتح الشهيه اللي هي ايه العسل. وطبعا هنحط الخل معاه مضاد سموم. طبعا انا موقفه المضاد السموم من ساعه ما حطيته اثناء تغيير العلف، حطيت مره في اسبوع ولا مرتين وما حطيتش تاني. البديل بتاعه الخل يا جماعه، خلي 5%، ما تجيبيش ال 2.5%. لازم يكون الازازه مكتوب عليها من بره 5%، 10 سم عريض للميه. العمر اللي زي عندي كده من بعد ال 20 يوم 10 سم عريض للميه، من عمر يوم ل 20 يوم 5 سم خل عريض للميه. سموا بالله وصلوا على رسول الله. طبعا العلف اهو
اول بس هنملى الميه ونحط فيها العسل والايه والخل. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طبعا زي ما انتم شايفين حطينا الخل على العسل وحطينا في الايه في السقايات اهو. طبعا بقى معانا العلف نحط عليه شويه اعشاب بوساق كده بس ونفرغ في الايه في العلافات اهو. اللهم صل عليك يا نبي. زي ما انتم شايفين حطينا حاجات مهمه جدا، عايزه اقول لكم فايدتها عاليه جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين اهو النشا ده كوقايه من الاسهالات، حبه البركه مضاد سموم ورافع مناعه، الكركم غني عن التعريف، صيدليه كامله، مضاد حيوي ورفع مناعه وبيفتح الشهيه، واللهم صل، مضاد للفيروسات ومضاد للكساح وبيزود الوزن، ممتاز جدا جدا يا جماعه. دي معلقه شطه صغيره علشان تفتح شهيتهم وبتمنع الفيروسات وبتمنع الكساح وبتدفي الفرخ. عايزه اقول لكم الشطه والجنزبيل والقرفه اكتر 3 اعشاب بيدفوا الفراخ. معلقه شطه عندك صغيره حطي، معلقه قرفه حطي، معلقه جنزبيل مطحون حطي. 3 اعشاب دول بيدفوا الفراخ، بيسخنوا جسم الفراخ في الساعه وبيدفوها. معلقه واحده بس كفيله تدفي الفرخ. ومضاده للفيروسات كمان الشطه ممتازه جدا ومضاده لاي فيروس، اي فيروسات بتقضي عليها تماما. سموا بالله وصلوا على رسول الله. هنقلب الاعشاب دي ونفرغ في العلافات. اللهم صل عليك يا نبي. زي ما انتم شايفين حطينا ال4 علافات والسقايتين، ال4 علافات والسقايتين. كده خلصنا موضوع الفراخ النهارده عمر 33 يوم. ان شاء الله الفيديو الجاي استنونا، هنجيب حاجه كويسه جدا بروتينها عالي نحطها على العلف، رهيبه في زياده الوزن، هتخلي الفراخ 3 كيلو ونص و4 كيلو. الفيديو الجاي ان شاء الله انتظروني، هجيب لكم حاجه ممتازه جدا جدا بروتينها اعلى من العلف. ماشي حبايبي، دي الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم رضاكم. اللي عليكم اللي شاهد الفيديو يحط لنا اللايك فضلا وليس امرا، جزاك الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.